ازيكم؟ معاكم ادري. عايز تشوف الحلقه بالمقلوب؟ هتلاقي تابع على التيك توك، هتشوف الحلقه بوضع تاني خالص. طيب. اتمنى لو الحلقه عجبتك تعمل لايك وفولو وشير على التيك توك، ولو هتشوفها على اليوتيوب تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. طيب نبتدي اخبارنا من الدوري المصري. اول اخبار ايقاف كل من محمود البنا ومحمد الحنفي الحكام اللي كانوا مسؤولين في مباراه النادي الاهلي ونادي البنك الاهلي. محمود البنا أخد 3 أسابيع، محمد الحنفي أخد إيقاف لأجل غير مسمى. السبب إيه؟ الأزمة بدأت بعد الأخبار والتسريبات اللي حصلت إن الفار كان واقف، متوقف ساعة اللقطة بتاعت هدف، بتاعت ضربة جزاء النادي الأهلي قدام البنك الأهلي. وإن واحد من الإعلاميين المحترمين اللي أثار القصة دي كان محمد المحمودي في أون سبورت، وحتى على القناة بتاعته هو الخاصة طلع اتكلم قال ان هشام حنفي كان داخل يحلل معاه. كابتن هشام حنفي طبعا كابتن النادي الاهلي، كان بيحلل معاه وقال له ده في كارثه حاصله اصلا في المباراه. قال له ايه هي؟ قال له ان هو تواصل مع خالد بيبو اثناء المباراه وعرف منه ان الفار كان متوقف ساعه اللقطه، وان الحكام تواصلوا مع بعض وحصلت مشكله. بعد كده حصلت التسريبات اللي انت عارفها. وهاني حتحوت نفسه طلع برضو على مش هاني حتحوت بس، هاني حتحوت وابراهيم فايق وابراهيم عبد الجواد، كل الناس طلعت واعلنت نفس القصه. بناء عليه لجنة الحكام أعلنت على العقوبة الموقعة على الحكمين دول. بس هي الفكرة مش في كده بالنسبة لي. سيبك بقى من الأهلي والبنك الأهلي وإن في ماتش إحنا كده كده نستحق الخسارة يعني، باي ذا واي، عشان بس إيه ما معلش افتكر إني بقول كده عشان الأهلي بقى هقول لا إحنا نستحق الخسارة في الماتش ده مليون في المية. الفكرة فعلا زي ما محمد المحمودي طلع وقال بصراحة، لو المباراة دي كانت ما بين اتنين هيهبطوا، واحد فيهم خسر البوينت دوت بسبب ان التحكيم انت موفر له كل حاجة ومع ذلك برضو بتحصل المشاكل دي، هيبقى الوضع ايه؟ هنرجع نقول له احنا اسفين جدا ان انت نزلت دوري درجة تانية وانت مش يعني ده حقك ان انت كنت انت اللي تكمل. فيعني نتمنى ان الكورة في مصر يمسكها ناس قلبهم على الكورة في مصر، عشان الدنيا في عندنا تتحرك لحتة احسن. طيب ننقل بعد كده عند النادي الاهلي بقى شخصيا. الاهلي بناء على مارسيل كولر اللي ادى الضوء الاخضر للاداره للتجديد لطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر البديل بتاع بيرستاو في الاهلي حاليا. كولر قرر ان هو يجدد له وادى الضوء الاخضر للاهلي هيجدد له، والاخبار بتقول ان التجديد هيتم لمده 3 سنين. انا واحد من الناس شايف ان طاهر مش افضل اضافه للنادي الاهلي. الماتشات اللي بينزل فيها ما بيأثرش بنسبة كبيرة قوي، مش في كل الماتشات. لما بيدخل انفرادات على الجون مش مؤثر، ما بيعرفش يعمل فينش صح. انا شخصيا شايف ان كريم فؤاد بديل افضل لبيرستاو، بس هي وجهة نظر فنية وكولر هو اللي هيتحاسب على اللقطة دي في الاخر. طيب اللقطة التانية ان خلاص كولر قرر هيدي اجازة اسبوع لمدة اسبوع للاعبين، اجازة سلبية. بس قبل ما يطلعوا الأجازة قال لهم كده بالحرف الواحد: تعالوا حبيبي منك ليه على الميزان. أخد كده وكتب في ورقة وقلم اسم كل واحد ورقم التيشيرت بتاعه، وخد اللقطة: انت الوزن بتاعك اكس. وقال لهم بالحرف الواحد: اللي هيرجع زيادة ربع كيلو هيعلقه. يعني ما مش عارف هقول لكم هيعمل فيه ايه. ليه؟ لان هو عايز يحافظ على اللياقه البدنيه للعيبه، وخصوصا ان اول ماتش هيرجع عليه الاهلي بعد التوقف الدولي هو سيمبا التنزاني. ماتش مهم جدا في خط سير الاهلي السنه دي، اللي اتمنى ان هو بعد تعديل كمان الميعاد بقى 8 بالليل بتوقيت تنزانيا، 9 بالليل بتوقيت تنزانيا، 8 بالليل بتوقيت القاهره. اللعيبه هتلعب بعد ما اذان المغرب بحوالي ساعتين، فالدنيا هتبقى افضل بكتير. فحذرهم اللي هيرجع بوزن زايد هيحصل عنده مشكله كبيره. ننقل على نادي الزمالك. الأخبار بتقول إن سياسة التدوير بتاعت حراس المرمى اللي كان بيتبعها جوميز مش هيعملها الفترة الجاية، وإن الحارس الأقرب لأن هو هيبقى مستمر كحارس أساسي هو محمد صبحي. وبرغم إن محمد عواد أنا شخصيا شايف إن هو واحد من أفضل حراس مصر بصراحة، لما بيبقى معاه لما بياخد الدقايق أكتر وبيبقى مستمر بيبقى هو اللي شايل الزمالك. دي وجهة نظري برضو، والدليل على كده ان هو اللي انضم للمنتخب في خطوة عادلة كمحمد صبحي اللي بينضم وهو ما بيعملش حاجة، برغم ان عواد هو اللي كان شايل الزمالك. وعواد لما بيبقى قدامه دفاع زي اي حارس مرمى ثقته بتعلى وبيشيل الفريق اللي معاه. المهم، اللقطة التانية بقى ان بالرغم من القصة ديت وان هو خلاص هيبقى سياسة التدوير دي هتقف خلاص وهيبقى في حارس اساسي في الزمالك،
جوميز طلب التعاقد مع حارس مرمى جديد. طب ليه يعمل حاج؟ هو شبه مش مقتنع بالاتنين، بس لحين التعاقد مع حارس جديد هو شايف صبحي الافضل والاقدر بحراسة مرمى الزمالك. هل ده خبر صح ولا غلط؟ يعني مش صح ولا غلط كخبر. هل ده الافضل للزمالك ان صبحي هو اللي يبقى حارس مرمى اساسي في الزمالك ولا لا؟ ده اللي انا بسأل عليه. قول لي يا صديقي رأيك ايه في الموضوع ده. انا شخصيا شايف ان عواد هو الاقدر بحراسة مرمى الزمالك. ده كده عن اخبارنا من الدوري المصري. سلام.